السلام عليكم ورحمة الله. طبعا تتذكرون سفير المغرب بالاتحاد الإفريقي الذي هاجم سفير دولة الصحراء الغربية أثناء الاجتماع. تم طرده عاجل ورسميا من الاتحاد الإفريقي، وسنشاهد الطرد المباشر مباشرة في هذا الفيديو. ولكن عزيزي المتابع، قبل أن نبدأ لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. طبعا نتذكر جميعا السفير المغربي بالاتحاد الإفريقي الذي هاجم سفير دولة الصحراء الغربية حينما حمل علم الصحراء الغربية، ومن حقه ذلك خلال اجتماع الاتحاد الإفريقي. وتم أخيرا معاقبة ذلك السفير المغربي وطرده من الاتحاد الإفريقي والدخول عليه وهو جالس على مكتبه وإخراجه بكل قوة. وكان السفير المغربي في حالة صدمة شديدة حينما قالوا له اخرج أنت مطرود. وكان السفير المغربي يتوقع مساندة من الاتحاد الإفريقي ومن بعض الدول ومن المغرب، ولكن تخلوا عنه جميعا وعلموا أنه قد ارتكب جرما كبيرا. تدخل الجزائر والمسؤولين الجزائريين في الوقوف بجانب سفير دولة الصحراء الغربية جعل هذا السفير يحصل على حقه أخيرا. وقامت سلطات الموزمبيق بالتعدي على وزير الخارجية ناصر بوريطة وطرده مباشرة من مكتبه. شاركنا رأيك في التعليقات عزيزي المتابع، والسلام عليكم ورحمة الله.